يا صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بطريقه اقتصاديه جدا وبسيطه جدا. بصوا بقى، الناس بتتعب من الاكل وتقولك احنا كل شويه نعمل اكل ايه. تعالوا بقى، انا جبت نص كيلو باميه وغسلته وقمحته، ومعايا طماطم ومعايا التوابل والباميه، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. حطيت معلقه سمنه على معلقه زيت، وهنزل بقى بالبصله بتاعتنا كده ونشوحها كويس. هنفضل طبعا نسيبها شويه لحد ما تبدا تحمر معانا. بصوا الطريقه دي بسيطه جدا وسهله جدا جدا جدا. يعني ما تقوليش انا الحاجه مكلفه والكلام ده، لا. بصي، ببصلايه واحده هتعملي كل اللي نفسك فيه. بس حطيت ورق لوري مع البصله وهي بتحمر، بتديها طعم حلو وريحه جميله جدا وريحه حلوه. وطريقه الباميه ديت لما هتعمليها بنفس الطريقه اللي انا عملتها دي، والله العظيم هتعجبك جدا وجميله جدا. ويا ريت ما تجروش الفيديو عشان تستفادوا بالطريقه دي. بصوا دي الباميه بقى، في الصغيره الحلوه زي اللي انا ماسكاها ديت، والكبيره انا بقسمها نصين. انا عشان ايه؟ تشرب كلها من التغذيه بتاعتها كده وتبقى كويسه. هفضل بقى مع البصله لحد ما تحمر عشان انزل بالباميه واشوحها كده يا جماعه. بصوا بقى، هفضل اقلب فيها شويه. معلش انتوا ما تزهقوش من الفيديو، هو مش كبير، مش مطول يعني. بس بجد انا عملتها وعجبتني، وقلت لازم اقول لحبايبي عليها عشان يعملوها. الناس بقى اللي هي مستعجله عايزه تعمل لقمه خفيفه كده، تتغمس بعيش، تعملي جنبها شويه رز. حاجه بسيطه جدا. معلش انا اتاخرت معاكم عليكم في الفيديو اللي هو كان هينزل دوت، وانا ما قدرتش انا انزل حاجه ان انا فعلا تعبت. فالحمد لله يعني. بصوا كده بقى، البصله احمرت، هنزل بالباميه وهفضل اشوح فيها تشويحه كده مع البصله. افضلي قلبي فيها. معايا دجاج وملح، هحطها معاها واقلبها. في ناس هتقولك ايه ده، انت بتشوحي الباميه مع البصله مش بتحطي التقليه الاول وتسبكيها؟ انا مش عايزاها مسبكه، انا عايزاها ني في ني، وتبقى معايا بسيطه جدا. ديت حطيت لها شويه فلفل اسمر، وهقلب برضو بالتوابل بتاعتها. يا جماعة الأكل لما تعمليه ني في ني ما بيتعبش المعدة، وما بيتعبكيش أصلا وانت بتاكلي. مش لسه تسبكي الطماطم والكلام ده، انت كده كده حمرتي البصلة. كده بقى نجيب الطماطم بتاعتنا اهي، ننزل بيها بقى على البامية. بصي هتغلي معاكي على طول ومش هتاخد وقت. عايزة تعملي جنبيها شوية رز، تمام. عايزة تاكلها بعيش برضو، مش هتقولك لا يعني، تبقى طعمها جميل جدا. تحطي جنبها شوية بتنجان مخلل، فلفل الياه، شويه مخلل انت جايباها. مفيش حاجه هتقولك لا، هتبقى جنب الاكله دي وهتبقى جميله جدا. بصي بقى، مش هتاخد معاكي وقت وهتبقى سهله وبسيطه ومش مكلفه. روحي هاتي نص كيلو باميه كده على نص كيلو طماطم، واعملي الاكله ديت هتبقى كويسه. تاخدي شفشق واحد بس. هي الباميه بتحب القوطه، بتحب تبقى كتيره وتقيله، متحبهاش خفيفه. بصوا بقى، لما انا شوحتها مع البصله كملت سواها بحاجات بسيطة. طبعا الطماطم هتغلي مع البامية وهتبقى حلوة. اهم شيء ما تنسوش، اللي اول مرة يشوف القناة بتاعتي خش اشترك في القناة ويفعل على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، عشان اعمل لكم كل الفيديوهات الحلوة. تعالوا بقى اوريكم لما غليت كده، يا جماله يا تكاته يا حركاته. بص المنظر، والله العظيم ريحتها كانت جبارة وجميلة. اصلا البامية ما قعدتش، اتاكلت في ثواني. بصوا بتغلي ازاي، انا بوريكم وهي بتغلي كده. بصوا البامية عاملة معاكي ازاي، سليمة وما اتهرتش ولا اي حاجة. قومي يلا تشجعي كده واعملي شوية بامية. يلا، مش لازم تبقى حاجة مكلفة معاكي، اي حاجة بسيطة كده اعمليها. كده خلاص اهي. اعملها بقى طشة توم عشان تبقى جميلة بقى. هنعملها كده فصين توم، خرطيها، تدقي التوم بتاعها تبشريه براحتك. اعملها كده طشة التوم بتاعتنا الحلوة ديت، بتديها طعم واديتها ريحة. بصي ريحتها قلبت البيت اصلا. بصي معلقة التوم مش كبيرة.
ايه رأيكم بقى في الفيديوهات بتاعتنا؟ ان شاء الله مش هتأخر عليكم. انا اصلا الحمد لله يعني بدأت ان انا اعمل حاجات حلوة على القناة، وان شاء الله هعمل فيديوهات برضو حلوة وحاجات كتير هتستفادوا بيها وهتعجبكم بإذن الله. كده طشة التوم بتاعتنا خلاص هتحمر. هنزل بقى على البامية زي ما بتعملي الطشة للملوخية بالظبط. حط بقى كده مكان ما عملت الطشة. بص بتغلي ازاي. انا على فكرة كنت ماسكة التليفون وبصور. تعالوا بقى نغرفها مع بعض في الطبق. شوفوا بقى يا جمال ويا تكات. قولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، وقولوا لي الطريقة اللي عجبتكم ولا لا. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع ألف سلامة.